حاولت ألاقي عنوان أو وصف لقضية النهاردة، الحقيقة ما لقيتش إلا وصف واحد بس، وهو الغباء، وده اللي حضراتكم هتكتشفوه في نهاية القضية. أنا مرمر المصري ودي قناة خان المرمر. يلا بينا نبدأ في حكاية النهاردة. فهل أنتم جاهزون يا رفاق؟ في بداية فيديو النهارده أنا حابة إن أنا مش بس أشكركم، حابة أقول لكم إن أنا باحبكم جدًا، جدًا، جدًا. بيقولوا إن الستات والبنات وحشين مع بعض وبيغيروا من بعض، الحقيقة والله العظيم اللي أنا شايفاه على القناة هنا إنه البنات والستات بيدعموني من يوم ما عملت القناة في كل أحوالي، بيتمنوا لي الخير من قلبهم وبيدعوا لي دعوات حلوة وحاجات كتير بقى مش عايزة أقعد أحكي عشان ما أبانش إن أنا عبيطة. فيعني بجد من قلبي شكرًا جزيلًا وباحبكم جدًا، وخاصةً يعني البنات والستات اللي موجودين على القناة. يالّا بينا نبدأ في حكاية النهارده. أحداث حكاية النهارده هتاخدنا وتروح بينا على الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا ولاية إلينوي، وتحديدًا أكتر لروميوفيل. الشرطة بتاعة روميوفيل يوم 17 سبتمبر 2023 وتحديدًا الساعة 01:00 صباحًا وكان يوم حد. في الوقت ده هم رايحين يعملوا الفحص ده فحص روتيني كده اللي هو الفحص الاجتماعي يعني الروتيني رايحين علشان يعملوه لعيلة بارتلومي، والحقيقة إن الزوجة هي اللي لقب عيلتها برتلومي. ليه بقى هم مسميين العيلة بالاسم ده؟ معرفش. المهم يعني إن العيلة دي مكونة من 4 أفراد و3 كلاب. الأول وهو الزوج واللي اسمه ألبرتو رولان، وألبرتو عنده 38 سنة، والزوجة واللي هي زرايدا بارتلومي واللي عندها 32 سنة، وعندهم 2 من الأولاد. واحد اسمه أدرييل ده الكبير عنده 9 سنين، وأخوه اللي أصغر منه دييجو واللي عنده 7 سنين، وال3 كلاب بتوعهم ومنقولين على البيت ده جديد بقى لهم 4 شهور. لكن العيلة كانت قلقانة، وده لإن والدة زرايدة بتكلمها بقى لها كام يوم ما فيش أي رد، وهي متعودة بتكلم مامتها كل يوم، وكمان هي سريعة الرد جدًا على التليفون، سواء هي أو جوزها. فمعنى إن العيلة بتتصل بيها ما فيش أي رد خالص، واللي يزيد الطين بلة إن جوزها كمان مش بيروح الشغل بقى له كام يوم وانقطع بشكل مفاجئ، يعني ما بلّغهمش قبلها، فده معناه إن في حاجة مقلقة حصلت للعيلة دي. أخو زُريدة كان رايح في الطريق، لكن قبلها هم اتصلوا بالشرطة علشان يعملوا الفحص الروتيني ده. الشرطة رايحة عادي خالص علشان تشوف في إيه. لمّا وصلوا للبيت كانت الساعة 01:00 صباحًا زي ما قُلت لكم. العربيات بتاعة الزوج والزوجة موجودين قدّام البيت، وأنوار البيت مطفية، ما فيش أي حاجة وفي هدوء كبير جدًا. لمّا هيخبطوا أو هيرنوا الجرس يعني مش هيلاقوا أي رَد ولا استجابة من أي حد، فهيحاولوا إن هم يلفّوا حوالين البيت يبُصّوا من الشبابيك، على أمل إن هم يلاقوا أي حاجة تقول لهم إذا الأمر يعني عادي والّا لأ. أحد الضباط وهو بيبُص من شباك من شبابيك البيت هيتفاجئ إن في شاشة كبيرة واقعة ومتكسّرة على الأرض، الترابيزة بتاعة القهوة واقعة ومتكسّرة، وفي شوية حاجات كده متبعترة. وهنا الأمر هيتعدّى فكرة إن هو مجرّد فحص روتيني أو فحص اجتماعي روتيني عادي، وإنما في شيء أعمق وأظلم من كده. هيقرروا إن هم لازم يقتحموا البيت، لكنهم هيقتحموا البيت طبعًا على حذر، وده لإن الشرطة ما تعرفش إيه اللي حاصل جوّه البيت ده. وفعلًا الشرطة هتاخد القرار وهتقتحم المنزل. لمّا هيدخلوا للبيت أول أمر صادم هيقابلهم هو كلبين من الكلاب بتوع العيلة دي، واللي كانوا واقعين ورا الباب مفارقين الحياة، كل واحد فيهم واخد طلق ناري. الكلاب كان واضح جدًا إن هم كانوا خايفين قبل موتهم لدرجة إن هم عفوًا يعني تبولوا على نفسهم. ومش بس كده، كان في آثار خربشة الكلاب على الباب، بيحاولوا يفتحوا وينجوا بنفسهم، فقعدوا يخربشوا في الباب لكنهم طبعًا ما قدروش يعملوا ده. الصدمة مش هتتوقف هنا، وإنما الصدمة الأكبر لمّا يتحركوا شوية جوه البيت علشان يشوفوا الزوج واللي هو ألبرتو واقع في الرُدهة. الرُدهة يعني الطرقة اللي بتوصّل لجوه البيت، واقع في الرُدهة دي على وشه، وفي ضهره آثار جروح، ويبدو كده إنها طلقات نارية، موجود في بركة من الدم ومفارق الحياة. لمّا هيدخلوا بقى لغرفة النوم الرئيسية هيشوفوا المشهد الصادم أكتر، وهو إنه أولًا الباب الإزاز بتاعه متكسّر وكان واضح يعني إن في مقاومة عنيفة جدًا ما بين زُريدة وما بين المهاجم اللي دخل للبيت، وده لإن الأولاد كانوا معاها جوّه الأوضة، فهي زي ما تقولوا بتدافع عن حياتها وحياة أولادها كمان. حاولت ودافعت جدًا وكان واضح جدًا على الآثار اللي موجودة، لكن في النهاية هيلاقوها مقتولة بشكل مأساوي جدًا، وهو إنها حاطة إيديها على وشّها
ومقتولة بطريقة الإعدام وهي عن طريق طلق ناري، كذلك الأولاد الاتنين نفس الحكاية والكلب التالت، وبالتالي فإن اللي دخل كان بيستخدم طريقة الإعدام، كان داخل وعارف الهدف بتاعه كويس وهو القضاء على كل شيء في البيت بيتنفّس، يعني مش بس البني آدمين لأ والحيوانات كمان، وده اللي الشرطة لقيته أول ما دخلت. طبعًا خلاص البيت ده تحوّل دلوقتي لمسرح جريمة، البحث الجنائي والطب الشرعي إلى آخره. بعد كده هيوصل أخو زُريدة، ومن حُسن حظه إن هو وصل بعد الشرطة علشان الشرطة هي اللي تكتشف المأساة وما يشوفش هو المنظر اللي هم شافوه جوّه البيت، واللي عمره ما كان هينساه أبدًا. الشرطة تبلّغه بالأمر الصادم أو بالخبر الصادم، واللي مطلوب منه دلوقتي إن هو مش بس يبلّغه لوالدته وللعائلتين كمان. أمر كان صعب جدًا وخبر صادم جدًا لأسرة الأزواج فيها يعتبروا 2 شباب، الزوجة 32 سَنة والزوج 38 سَنة وطفلين و3 كلاب ما لهمش أي ذنب في أي حاجة خالص. في البداية خالص الشرطة حطّت نظرية وهي إنه بما إن ألبرتو هو الوحيد اللي مش معاهم في الأوضة، فممكن جدًا يكون هو اللي أنهى حياة الأسرة بالكامل والكلاب وبعد كده عمل كده في نَفْسه، لكن ده هيتم دحضه سريعًا وفي نَفْس اليوم، وده لإنه الطلقات اللي هو كان واخدها في الضهر وأكتر من طلقة، فلو حلّلنا الموضوع ده بمنتهى البساطة، ما فيش حد هينهي الحياة مثلًا هيضرب طلقة ويقدر يضرب الطلقة التانية، إلا لو كان مسدس من اللي هو الأوتوماتيك ده اللي هو بيضرب كذا طلقة ورا بعض، كمان ما ينفعش خالص إن واحد يعمل كده في نَفْسه من الضهر، فيعني النظرية دي كلّها مش صح، وبالتالي تعلن الشرطة إن هم دلوقتي قدّام جريمة منظمة أو جريمة قتل، وإن اللي دخل ده أنهى المهمة بكل سرعة داخل محدد الهدف، وهو إنهاء حياة كل اللي موجودين في البيت، لكن يا ترى مين اللي عايز يعمل كده في الأسرة دي؟ البيت الشرطة وهي في البيت لقت إن معمول على الحيطة بالspray كده معمول علامة حرف الF، ولمّا دوّروا في الأمر يعني لقوا إن هو ممكن يكون طقس من طقوس العصابة بتاعة الكارتيل، دي عصابة ليها علاقة بالممنوعات مشهورة جدًا ومن أخطر العصابات اللي موجودة هناك، وبالتالي ممكن جدًا الأمر يكون ليه علاقة بتصفية خاصة بعصابات، وهنا الأمر يخرج من إيد الشرطة المحلية أو بمعنى أصح الشرطة المحلية هتطلب التعاون من 3 جهات، مبدئيًا في أطفال في البيت فإحنا هنطلب الفيدرالي الFBI، تاني حاجة واللي هي الATF تقريبًا لو أنا باقول صح، والتالتة واللي هي الDEF يا رب أكون أصلًا بانطق الحروف صح، المهم يعني إنه الجهتين دول واحدة فيهم لمّا دوّرت لقيت إن هي جهة إنفاذ قانون بتتعلق بالحاجات اللي ليها علاقة بالسجاير، الخمور، المُتفجّرات، الممنوعات، الحاجات اللي زي كده. أمّا الجهة التانية فهي ليها علاقة أكتر بالاستعداد الدفاعي فيما يتعلّق بالأمن القومي، وبالتالي فإن الموضوع كِبِر جدًا من إيدينا دلوقتي يا مُحيي، والعيلة دي وراها سِر كبير جدًا لإن الموضوع وصل للكارتيل. لمّا الشرطة هتبدأ تدوّر في الموضوع، تبدأ تسأل كل المُقرّبين وتدوّر في دايرة المعارف هيلاقوا إن الأسرة دي صعب جدًا يكون ليها أي علاقة بالكارتيل أو أي حد ليه علاقة بالممنوعات أصلًا، الأسرة دي ولا هي مثلًا فيها حد بيتعاطى، ولا هي ممكن تكون بتشتغل في حاجة زي دي، ولا حد من اللي حواليهم لاحظ أي شيء نهائيًا، حتى الجيران اللي شايفينهم قدامهم بقى لهم 4 شهور بس، كانوا بيقولوا إن هم عيلة هادية جدًا ولطيفة جدًا في التعامل، فما فيش أي حاجة تدل على إن الأسرة البسيطة دي هتروح تتعامل مع الكارتيل أو شيء من هذا القبيل، لكن وهُم بيدوّروا في دايرة معارف العيلة دي، هيكتشفوا اكتشاف وهو إن الشرطة هتكتشف إن زُريدة كانت على علاقة خارج إطار الزواج أو يعني علاقة محرمة ما بينها وما بين زميل ليها في العمل واللي اسمه ناثانيال هوي جونيور، وده عنده 32 سنة قدّها في السِن، هي كانت بتشتغل في مصنع هندسي خاص بالميكانيكا وكده وهو كان زميل ليها. لمّا بدأ يشتغل معاهم يعني، بدأ يحصل تجاذب كده، بدأوا يهزروا مع بعض الاتنين، يقعدوا ياكلوا مع بعض في الغدا، يرغوا شوية عن حياتهم، إلى أن وقعوا في المحظور وحبوا بعض. من بعدها بدأت المواعدة في أماكن مختلفة، وطبعًا ده كان في السر. زُريدة كانت بتحبه جدًا لدرجة إنها قالت لأختها إن ثانيًا ده هو الsoul mate بتاعها، يعني توأم روحها، وما أعرفش إزاي هي كان عندها الجرأة إن هي تعرّف أهلها بحاجة زي دي، لكن الحقيقة ده مش بعيد أبدًا عن زُريدة،
وده لإن الشرطة هتكتشف إنها في بداية جوازها برضه كانت عملت علاقة خارج إطار الجواز مع شخص تاني، وفي الوقت ده جوزها عرف الحكاية دي، راحوا وبدأوا إن هم يحلّوا الموضوع، وراحوا لمعالجين يبدأوا يحلّوا المشاكل ما بينهم يعني وحاجات زي كده، لكن ألبرتو في الوقت ده قرر إن هو يسامحها علشان خاطر البيت والأولاد، ولإنه مش عايز يهدم الأسرة دي، وكمّلوا مع بعض إلى أن نوصل لسنة 2023 وتبدأ علاقتها بزميلها ده واللي الشرطة اكتشفتها. وطبعًا بما إن الزوج ميت دلوقتي، فالمشتبه بيه الأول هيكون طبعًا العشيق واللي هو ناثانيال، لكن ليه ممكن هو يكون عايز يعمل فيها كده؟ ناثانيال في الوقت ده وقت ما ارتبط بزوريدا كان هو كمان خاطب ويعتبر شبه متزوج، وده لإنه كان عايش مع خطيبته في المنزل، خطيبته اللي بتكبره بحوالي 18 سنة وعندها 5 أولاد و5 أحفاد. هو كان بيحبها وعايش معاها ما يقرب من 8 سنين في البيت، يعني نقدر نقول رغم إن ده طبعًا محرم في ديننا علشان ما تقعدوش تقولوا لي في الكومنتات أنا باحكي لكم زي ما هم عايشين، مش زي ما إحنا عايزين. فالمهم يعني إن هو عايش مع خطيبته دي في البيت بقى لهم 8 سنين، فهُم في حكم المتجوزين وهو ما كانش بيفكر يسيبها خالص، وزُريدة ما كانتش بتفكر تسيب جوزها، وبالتالي فهُم الاتنين كانوا عاملين حياة مزدوجة، حياة علنية قدّام الناس والحياة التانية السرية ما بينهم وما بين بعض. المهم يعني إنه الشرطة علشان ما تعملش مشكلة ما بين ناثانيال وما بين خطيبته، هيقرروا يروحوا له في المصنع ويستجوبوه هناك أو يتكلموا معاه هناك. المهم يعني إن هُم لمّا هيروحوا له ويبدأوا يتكلموا معاه، بُصّوا اللي أنا شُفته كده إن هو ما كانش متأثّر أوي، لكن على أي حال هيقعدوا يتكلموا معاه، يبدأوا يتكلموا معاه شوية كده حاجات عامة، بعد كده يبدأوا يسألوه عن زُريدة، عن علاقتهم ببعض إلى آخره. وفي النهاية هيطلبوا منه التليفون بتاعه علشان يراجعوا المحادثات اللي ما بين الاتنين، لكن هو هيرفض. هنا هم هيقولوا له إن هم كده هياخدوا التليفونات، وده لإنه التليفونات كانت موجودة في البيت بتاعة الضحايا، كده هياخدوا التليفونات واللابتوب وكده، وهيبدأوا إن هم يراجعوا المحادثات، لكن ده هياخد وقت أطول، فمن الأفضل إن هو يديهم التليفون بتاعه، لكنه برضه هيصمم وهيرفض إن هو يديهم التليفون بتاعه، وهنا هم هيقولوا له إن كده هياخدوا التليفون، كل الحكاية إن هو بيطوّل في الوقت مش أكتر، ده إلى جانب إن هو لو مسح أي حاجة من المسدجات هم هيقدروا يعرفوا لإن معاهم التليفون بتاع زُريدة، لكنه في النهاية أصَرّ، وده اللي هيخلّيهم بعد كده يروحوا لخطيبته، واللي هي في بعض المصادر اسمها هرليندا وبعض المصادر ميرليندا، لكن الأكتر يعني هرليندا، فإحنا هنقول هرليندا. المهم يعني إن هم هيروحوا لها، هرليندا صاحبة ال51 سنة. زي ما قُلنا عندها 5 أولاد و5 أحفاد، في الوقت ده أعتقد إن كان في بنت من بناتها معاها في البيت أو شيء من هذا القبيل بأحفادها، وهو طبعًا عايش معاها في البيت زي ما قُلنا. المهم يعني إن هُم هيروحوا في الوقت ده هو كان خارج من البيت، فهيركب معاهم العربية، هتطلب منّهم يروحوا يقعدوا في جنينة جنب البيت علشان يتكلموا مع بعض، هُم رايحين لها بشكل وِدّي يعني. في الوقت ده الشرطة هتطلب إن هو يسيبها معاهم لوحدهم في العربية، يعني ينزل من العربية. هيبدأوا يتكلموا معاها ويسألوها عن يوم السبت ويوم الحد اللي المفروض حصلت الجريمة، هم حددوا إن الجريمة دي حصلت من مساء يوم السبت لحد الساعة تقريبًا أو الساعات الأولى من يوم الحد، وبالتالي في الليلة اللي ما بين السبت والحد، فبدأوا يسألوها فهي قالت لهم إنه لأ، يوم السبت هم الاتنين كانوا مع بعض، وإن هم شربوا كتير جدًا لحد ما هو في النهاية راح وقعد في المرآب أو راح ونام في المرآب. فسألوها مش أمر غريب ليه بينام في المرآب؟ قالت لهم إن في هناك زي كنبة يعني عاملة زي السرير وكده، وهو بيفضّل إنه يروح ينام عليها بقى له فترة وهي ما تعرفش إيه السبب. ده إلى جانب إن هم هيبدأوا يدردشوا معاها أكتر، فهيعرفوا منها إن هو خانها أكتر من مرّة. هيسألوها عن اسم زُريدة لكنها مش هتكون عارفة عنها أي حاجة. هيقولوا لها إن زُريدة دي كانت زميلته في العمل، هل أنتِ عارفة إن هو كان على علاقة بيها؟ هتبدأ تعيّط وتقول لهم لأ، لكن هي واجهته قبل كده وإن هي عارفة إنه عمل أكتر من علاقة وهُم مع بعض يعني، وهتبدأ تبكي وتقول إن هي مصدومة وحاجات زي كده، وتخلص مقابلة الشرطة معاها. في الوقت ده الشرطة طبعًا كانت بتفرّغ كل كاميرات المراقبة، وكل اللي أنا باقوله لكم ده كان بيحصل بشكل سريع جدًا. المهم إن هُم هيكتشفوا إن في عربية كانت خارجة من عند البيت أو يعني في التوقيت بتاع الجريمة كانت خارجة بسرعة من عند البيت. لمّا هيحددوا العربية دي، هيقدروا يحددوا إن العربية دي بترجع لناثانيال،
وهنا خلاص الشك بقى يقين إن ناثانيال فعلًا هو الشخص اللي أنهى حياة الأسرة دي، لكن يا ترى إيه السبب وإيه الدافع اللي يخلّيه يعمل كده في الأسرة؟ لكن قبل ما يقدروا يوصلوا له هييجي بلاغ تاني للشرطة من بنت هيرلندا، واللي بتقول إن هي شاكة إن هو خطف مامتها، والكلام طبعًا على ناثانيال، بتقول إن مامتها مش موجودة في البيت وما بتردش وإن اختفائها كان بشكل مشبوه، وإن هو في الفترة الأخيرة كان بدأ يعمل حاجات غريبة تخلّيها تشُك إن هو ممكن يكون خطف مامتها، وده لإنها مش قادرة تتوصّل لها خالص. لمّا الشرطة هتدوّر في إيه هي الحاجات الغريبة اللي كان بيعملها، هيعرفوا إن هو على كلام بنتها يعني، كان عنده جنون العظمة وطول الوقت حاسس إن حد بيراقبه، كان بينزل ينام في المرآب لإنه كان حاسس إن هو مهدد طول الوقت، وكان بيقول إن في ناس بتمشي وراه، ولذلك هي قلقانة جدًا لإن قواه العقلية كانت مش بخير أوي، كان بيحط لزق كده على العين السحرية بتاعة الباب، يروح كده عند التلفزيون ويبدأ يلزق على الأضواء الحمرا ديّة، يبدأ يلزق كده حاجات برضه تحجب الرؤية وحاجات زي كده، فهي قلقانة جدًا على والدتها في الوقت ده. ودلوقتي الشرطة قدّام مواجهة جديدة، وهي إنها لازم تحدد مكانه لإن هرليندا معاه وممكن يأذيها. طبعًا الشرطة كانت بتجمّع معلومات عنه علشان يعرفوا إن هو كان عنده شركة للأمن، الشركة دي كان فاتحها باسمه لكنها كانت بدون ترخيص، وهيكتشفوا إن هو كان بحوزته عدد كبير جدًا من الأسلحة، وما أعرفش إزاي كانوا بيرخصوها له رغم إن عنده سجل إجرامي خاص بالاعتداءات، اعتداءات بالضرب وحاجات زي كده، والمفروض إن هو في الحالة الجنائية بتاعته ما يطلعلوش أسلحة أو ما يترخصلوش أسلحة، لكن ده ما كانش بيحصل، كان بيشتري الأسلحة وبيرخصها تحت اسم الشركة وكل حاجة. يوم 20 سبتمبر وخليكم فاكرين إن الواقعة حصلت أو هم اكتشفوا الواقعة يوم 17 سبتمبر. يوم 20 سبتمبر هم بدأوا يتعقبوا الاتنين سواء هرلندا أو ناثانيال على أساس إن هم يحددوا المكان اللي موجودين فيه، وبالفعل في كاميرا من الكاميرات هترصدهم إن هم بيركنوا العربية بتاعتهم في موقف عام موجود جنب وول مارت اللي موجود في أوكلاهوما، وبالفعل الشرطة هتروح الضباط هيكونوا واقفين بعيد عن العربية خالص على أساس إن هم يراقبوهم، الكاميرات رصدت وهم خارجين من الوول مارت كانوا عاديين خالص، هي كانت ماشية جوه بتهزر معاه وبتتكلم معاه وهم خارجين كانوا بيضحكوا، بتضحك مع واحدة من الموظفات، فيعني الوضع كان باين جدًا إن دي واحدة مش مخطوفة ولا حاجة. وبالتالي في علامات استفهام كتير جدًا عليها دلوقتي، دلوقتي هُم الاتنين هربانين ومش من الواضح إن هي مخطوفة ولا أي شيء ولا ده منظر واحدة في خطر، المهم إن هُم هيروحوا للموقف ويركبوا العربية بتاعتهم والشرطة هتكون قريبة منهم. وهتبدأ مطاردة ما بين الشرطة وما بينهم على الطريق السريع في أوكلاهوما، المطاردة دي هيفضلوا فيها يحاولوا إن هم يوقفوهم لكن هم ما كانوش بيقفوا خالص، وبعدين وفجأة تلبس العربية اللي هم كانوا راكبينها في عارفين الفاصل اللي بيبقى على الطريق السريع الفاصل اللي هو المسلح ده، المهم يعني إن العربية هتلبس في الفاصل ده، والعربية في الوقت ده هتبدأ تولع، وفي نفس الوقت الشرطة وهي بتكلم الإسعاف والطوارئ علشان يوصلوا للمكان يسمعوا صوت طلق ناري، وده لأن ناثانيال كان أطلق طلق ناري على زوجته أو خطيبته يعني واللي هي هيرلندا. في الوقت ده الشرطة قعدت تكلمه علشان يخرج بره العربية لكنهم في نفس الوقت هيسمعوا صوت طلق تاني. بكل حذر الشرطة تبدأ تقرب من العربية يبدأوا يكسروا الإزاز بتاع العربية علشان خاطر يخرجوهم، وبالفعل الشرطة هتكتشف إن هو كمان مضروب طلق ناري، وهنا الشرطة هتقرر إنها تفتح العربية طبعا هيطفوا الحريق لكن الأول لازم يخرجوهم، هيخرجوهم فعلا وينقلوهم على المستشفى. بالنسبة لهرلندا الطلقة كانت في الراس فهتفضل تصارع مع الحياة كده لحد ما هتتوفى تاني يوم ووراها على طول هيتوفى ناثانيال، يعني المفروض إن السر مات معاهم، وهنا الشرطة ما بقتش عارفة تحل خيوط اللغز إزاي، هيحتاجوا سنة كاملة، سنة كاملة بيحققوا في الموضوع بعد وفاة الاتنين إلى أن يكتشفوا الحقيقة الكاملة. واللي خلّتني في البداية أقول لكم إن القضية دي هي عنوانها الغباء، كل الغباء اللي وصّل إلى هذه النهايات المأساوية هو بدايةً من اللي هاقوله لحضراتكم ده. البداية لمّا عرفت هيرلندا، هيرلندا بعد أمّا عرفت قررت إنها لازم تاخد تصرُّف، كانت هي بتعمل لعبة على ناثانيال، وهي إنها بدأت تجيب
برنامج بيغيّر الأرقام بتاعة التليفون، ويبقى عندها مجموعة من أرقام التليفون وتغيّر الصوت فيها، دي من ناحية. من الناحية التانية بدأت تعمل أكاونتات على السوشيال ميديا تبعت له على الفيسبوك وعلى الحاجات دي، تبدأ تبعت له مسدجات، وبدأت تقنعه إن هي عصابة الكارتيل، وإن هو دلوقتي مُراقب طول الوقت، وده لإنه على علاقة بيه، عميلة منشقة عنهم كانت جاسوسة على العصابة بتاعة الكارتيل أو على المنظمة بتاعة الكارتيل، وإن هم دلوقتي لازم ينهوا حياتها، وبالتالي فهو في خطر طول ما هو قريب منها، وإن هو يبعد عنها، ويا ريت كمان لو يبطّل إن هو يعمل أي علاقات نسائية بعيد عن خطيبته وما أعرفش إيه، وبدأوا يقولوا له حاجات تخلّيه يتأكد تمامًا إن هو فعلًا مُراقب من الكارتيل، طول الوقت تحت التهديد، طول الوقت بيقولوا له على حاجات، طول الوقت هو مُراقب، طول الوقت خايف من زُريدة، وده لإنهم قالوا له إن زُريدة دي جاسوسة، وإن هي كمان بتحاول تجمّع عنه معلومات عشان ما أعرفش إيه كده وتورّطه في حاجة وحاجات زي دي، فبقى على طول خايف ومرعوب، وهو ده السبب اللي كان بيخلّيه ينزل ينام في المرآب، وكان متأكد تمامًا إن اللي بيتواصلوا معاه دول هم الكارتيل، في حين إن كل المسدجات دي جاية من الأوضة اللي جنبه من هيرلندا. المهم يعني إنه العصابة دي مع مرور الوقت بدأت تقول إن الوقت أزف إن هم يخلصوا على الجاسوسة اللي خرجت معلومات المنظمة بره، واللي هي طبعا مين؟ زرايدة، وإن هو بنفسه اللي لازم يخلص عليها، وإلا هم اللي هيقضوا عليه، وهيبدأوا إن هم يوصلوه برقم تاني المفروض إن هو عميل برضه معاهم في المجموعة دي يعني، وإن العميل ده هيبدأ يحط معاه الخطة الكاملة لمقتل زُريدة وجوزها، ما أعرفش ليه جوزها يعني مع إن المفروض المستهدف زُريدة، لكن هي الخطة كانت زُريدة وجوزها. في نفس الوقت هم هيعرفوا من والدته إن هو بالفعل اللي قتل زُريدة وراح قبلها يعني بعد ما عمل الجريمة راح واعترف لوالدته، ولمّا سألته ليه عملت كده وليه قتلت الأطفال والكلاب، قال لها علشان كان أرحم لهم إن هم يموتوا بدل ما يعيشوا من غير أب وأم. المهم يعني إنه إحنا كده عرفنا إن هو فعلًا القاتل، وإيه السبب اللي خلّاه أو إيه الخطة الشيطانية اللي عملتها هيرلندا ودفعته إن هو ينهي على حياة العيلة. أمّا بالنسبة لها هي، فهيعرفوا إن هي كانت بتراقبه في نفس الليلة، كانت ماشية وراه قدّام البيت واستنت وشافته وكل حاجة علشان تتأكد من إن هو أنهى المهمة فعلًا. هنا هو خلاص واحد غبي اتضحك عليه من واحدة مختلة عقليًا مرتبطة بيه، علشان تبعده عن الست اللي هو بيحبها أو الست اللي هو على علاقة بيها، لكن الغباء الأكبر بقى هو اللي هاحكيه لكم دلوقتي. الجريمة دي كلها كان ممكن تتوقف قبل الموضوع ده، لإنه كان في تليفونات من قبلها بشهر بزُريدة بتحذّرها، هي كان بقى لها تقريبًا شهرين مرتبطة بيه. التليفونات دي والمسدجات دي كانت بتحذّرها إنها تبعد عنّه، وإلا هي كده بتضُر بنفسها وبتضُر بأبنائها وممكن تخسر أبنائها وزوجها، وكانوا بيهدّدوها كمان إنه الأرقام دي يعني إن هم هيوصّلوا الخبر لجوزها، لكن زُريدة ولا كانت بتاخد الكلام على محمل الجد ولا أخدت أي تصرُّف ولا عملت أي حاجة خالص، ده من ناحية زُريدة. الأفظع بقى، مش عايزة أقول الألعن الحقيقة يعني أنا آسفة، بس الألعن بجد في الحكاية دي هو ألبرتو، أكتر شخص استفزني في الموضوع، وهو إن ألبرتو هو كمان كان بييجي له مسدجات من شخص مجهول بيقول له إن مراته على علاقة بيه نسانيًا، وإنه يبعد مراته عنه وإن، وكان في برضه تهديدات بإنه كده بيقضي على حياة أولاده وحاجات من دي. لكن الحقيقة إن هو ما كانش بياخد برضه المسدجات دي على محمل الجد، وبيُصِر الموضوع في نفسه وما بيروحش ولا بيواجه زُريدة، لدرجة هو في ذمة الله فأنا مش قادرة أقول أي حاجة يعني، بس لدرجة إن اللي كان بيراسله ده هيقول له هيبعت له يعني أحد مسدجات التهديد، هيروح رادد عليه ويقول له سيبني في حالي، أنا كل اللي عايزه في الحياة إن أنا أروح شغلي، أرجع في وسط بيتي وأولادي، ده اللي أنا يعني عادي يعني هي تخونك بس المهم إنك ترجع في الآخر، ما علينا. وبالتالي كان في تحذيرات كتير جدًا لألبرتو، كان في تحذيرات كتير جدًا لزُريدة، لكن لا حياة لمن تنادي. ألبرتو كل اللي عايزه إن هو البيت ده يفضل قائم بأي شكل من الأشكال. زُريدة بالنسبة لها ولا يفرق معاها التهديدات بولادها ولا بأي حاجة، أهم حاجة إنها تفضل مع ناسانيان. وهيرلندا بالنسبة لها أهم حاجة إنه
ناسانية إن يفضل معاها وإنها تنتقم بدافع الغِل والغيرة من الست اللي جات وخطفته منها. وهو ده العنوان اللي أنا باقوله لحضراتكم، قضية عنوانها الغباء، ما فيش حد فيهم شغّل مُخّه، ما فيش حد فيهم دَوّر ورا الموضوع، والذكي التاني اعتقد إن فعلًا الكارتيل هم اللي بيكلموه ومشي وراهم ونفّذ كل حاجة، وطبعًا لقوا سلاح الجريمة واللي بيتوافق مع الرصاصات اللي كانت في الضحايا وكل حاجة. وبس، تكون كده خلصت الحكاية اللي بطلها الغباء زي ما قُلنا، الحكاية اللي كان فيها زوجة، يعني زوجها سامحها في المرّة الأولى وادّاها فرصة تانية، لكنها أصرِّت على الخيانة. ده ثانيًا الراجل متعدد العلاقات اللي حياته كلّها غلط في غلط. وهرلندا الست اللي المفروض كانت تبقى على يعني درجة واحدة عندها 51 سَنة، يعني يبقى عندها شوية عقل. يعني حتى لو سِت وبتغير وكل حاجة، بس ذرّة عقل، ذرّة ضمير، ذرّة أي حاجة، فكّري في ولادِك، في أحفادِك لو الأمر انكشف، لكن طبعًا ده ما حصلش، وبكده تكون خلصت حكاية النهارده. لو في درس مستفاد فالحرام آخره حرام، هنفضل نقولها على طول، الحرام آخره حرام، والطريق الغلط يعني المشكلة إن كلّهم في ذمة الله، فأنا مش قادرة أقول أي حاجة. فأنا باقول نقفل القضية لحد هنا وبس. أحب أفكّركم بقناة القضايا العربية، خان المرمر للقضايا العربية، أتمنى تروحوا وتشتركوا هناك. الحاجة التانية لو سردي عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو شيّرتوا الفيديو ده لواحد بس كمان معاكم أكون شاكرة ليكم جدًا. كانت معكم مرمر المصري، إلى اللقاء.